السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. فيديو جديد وقصه جديده كيف العاده في القناه ديالكم، قصص واقعيه. قصتنا لهذا اليوم ديال واحد زوج كوبل، واحد البنيه وواحد الدري. 5 سنين هما مع بعضياتهم. البنت ديما كتقول له خصنا نتزوجوا، راه حنا طولنا، علاقه طوالت، ضروري خصني نتزوج، راه حنا نكبروا. الولد ما فحالوش، على قد الحال كيقولها غير صبري معايا، صبري صبري، غير غادي نستنى واحد صاحبي غادي يدخل من الطاليان وغادي يعاونني في الزواج وغادي يدبر لي خديمه ودخلني حتى الخارج. قالت له ما يمكنش، انايا 5 سنين وانا صابره معاك وتزيد تزوجني وتمشي للغربه وتخليني عاوتاني. قالها المهم غير تسناي هاد السيمانه، صاحبي غادي يدخل وغادي تقاد الامور. فات ديك الاسبوع، صاحبو دخل المغرب، صونالو، سلم عليه. السيد جاب طوموبيل مكريه، قال له حيت الا جبت طوموبيل مليها غادي نتكرفس في الطريق وداك الشيء. قال له داك صاحبو انا الخطيبه ديالي راها كتسناني دابا، يلا بعدا نمشي نعرفك عليها. المهم مشى سلم عليها، قال هذا هو صاحبي اللي كنت نقول لك راني كنتسناه يدخل باش نديرو العرس. قالت له مرحبا، سلم عليها، سلمت عليه. قالت له قالت له راه الخطيب ديالي يهبني عليك، ديما صاحبي غادي يجي يدخل من اوروبا، غادي يعاوني في العرس، غادي يدير معايا هادي. قال لها انايا جيت، ولا بغى شي حاجه ولا انايا موجود، مرحبا. المهم داك صاحبو صونا لواحد التليفون، قال له ضروري غادي نمشي انايا نوصل القهوه عند صحابي ونجي، انت قعدي هنايا مع صاحبي، راه بحال الاخ ديالي، انا واحد شويه غادي نلحق عليكم. هذاك السيد مشى للقهوه عند صحابو يشوف اش بغاو، وهو قعد مع الخطيبه ديالو. المهم هو مشى، قالت له واش عجبك اللي كيدير صاحبك؟ شوف دابا مشى وخلاني مع واحد غريب، يعني ما كنعرفو ما يعرفني. قالها واخا صاحبي صراحه انت زوينه وصغيره ما كتستاهليش، والسيد ما فحالوش وعمرك ما ديري معاه المستقبل. قالت له ما عندي ما ندير، انايا كنبغيو هادشي اللي عطا الله. قال يلا نمشيو للقهوه ونكملوا هضرتنا. مشاو للقهوه، بقى يهضر معاها، قالها انت تستاهلي ما احسن. قالت له انا ما لقيتش ما احسن، باش يعني هادشي ما لقيت، غير هاد السيد وراني صابره معاه. قال لها كاين، غير حلي عينيك. قالت له فين هو هاد السيد اللي غادي نمشي نعيش معاه مهنيه؟ قال لها الا بغيتي انايا واخا صاحبي هذاك، ولكن انت ما تستاهليش، الا بغيتي الزواج مرحبا، انا موجود من دابا. قال لها واش موافقه؟ بقات تشوف هكا مع راسها. قال السيد في خاطرها الخارج وزوين وعنده الفلوس، قالت له واه انايا موافقه نتزوجك. المهم فاتت ايام، بقى داك صاحبها كيصوني عليها، كتقطع عليه. واحد النهار قالت له جي نتلاقاو، بغيت نقولك شي هضره. قالت له ولد الناس، ما انت نتاعي ما انا ديالك، انايا صافي ما بقيتش مستحمله هذا الشيء، وراني دبرت على راسي ولقيت ولد الناس اللي غادي يستنى ويتهلا فيا. قالها كيفاش هذه بالليله وضحاها بدلتيني وحنا 5 سنين وحنا مع بعضياتنا؟ قالت له انايا اللي غادي نتزوج هو صاحبك. الراجل بقى يضرب في راسو، قال لها ما يمكنش، انا كنتيق فيه بحال خويا، وانتي عرفتك عليه وديما كنحكي لك عليه على اساس انه بحال خويا وغادي تحترموا بعضياتكم، وفي التالي غدرتوني وطعنتوني. المهم مشات تزوجت وقعدوا واحد 15 يوم. كل نهار يقول لها راني غادي نمشي للخارج، كل نهار. قالت له ضروري خصك تديني معاك. قال لها ماشي غير اجي ونديك معايا، خصني ندير لاكت ونترجمو ونخدم لك الورق ونمشي ليها ندير نعمر شي حوايج، وراه ماشي سهله، واحد 3 شهور ولا على الاقل. قالت له راك وعدتني غادي غير تزوجني وتديني. ما بقى يجرجرها نهار مون نهار. واحد النهار قطع البيه بلا خبارها، قالها صافي انايا غادي نمشي، ضروري عندي شي خدمه غادي غير نمشي نريقلها ونرجع ونديك معايا. واخا غضبت ودارت ما عندها ما دير، جمع حوايج السيد ومشى وخلاها. داك صاحبها، داك الخطيب ديالها الاول، عنده دوك صحابو كيقمروا. قال واحد النهار اجي غير على الله، اجي يدخل معايا بدير النيه، اجي نلعبوا هاد اللعبه ونشوفوا واش غادي تصدق. المهم قمروا وربحوا،
ربحوا شي 100 مليون. صافي تبدلت حياتهم، داروا شركه، هما كانوا اصلا قاريين ولكن الخدمه والو، داروا شركه مع بعضياتهم وصافي الفلوس بدات كتدخل وتخرج عندهم. السيد ولا في منصب زوين، الفلوس، خدمه زوينه. هذيك السيده فاتت شي 6 شهور ولا 7 شهور والو، داك الراجل ديالها ما كيصوني، ما بان عليه حتى خبر. تقلقات، قالت واش هذا راه حي ولا ميت. هي كانت حامله في 6 شهور. قالت كيفاش غادي ندير. واحد النهار هو دق عليها الباب، جا عون قضائي، قال لها واش انتي فلانه؟ قالت له قال لها هذه ورقه الطلاق. تصدمت، بقات كتشوف كيفاش انايا هذه، انا كنتسنى في السيد يبان وهو صيفط لي ورقه ديال الطلاق. المهم ندمت على الزواج اللي تزوجات والتسرع اللي تسرعت. صافي كان خاصها الفلوس باش تخدم على راسها وعلى الكرش اللي عندها. قالت اجي نقلب على خدمه. دخلت للفيسبوك وشفت واحد لانونس ديال واحد الشركه طالبه منظفات. المهم جات دفعت السيفي ديالها وقبلوها. عيطوا لهاديك الشركه، مشات ملي شافها السيد قالها كيفاش نتي يعني حامله واش غادي تقدي تخدمي؟ قالت له انا نخدم ندير اي حاجه. قالها المهم الظرف ديالك مع راكي حامله خصك ضروري تدخلي للمدير، هو غادي يشوف معك. السيده غير دخلت وهي تصدم، شافتو لقات داك خطيبها الاول هو مول الشركه. بقى يشوف فيها بنظره استهزاء مع شافها حامله ديك الحاله. قالها بدلتيني بصاحبي ودابا ربي يحن عليا وانتي بقيتي في الزنقه. شوفي حالتك وشوفي النيه ديالي وديالك فين وصلاتو كل واحد. جرى عليها، شدها من يديها وجرى عليها، قالها من اليوم ما تعاودي تدوري من هاد الجهه، ما عندي خدمه وما كنعرفك ما تعرفيني. جرى عليها وسد عليها الباب. خرجت مصدومه وكتبكي ومشات في حالها. بقات هكاك من خدمه لخدمه ومن دار لدار، وحتى لهنايا كملت القصه ديالنا. نتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايكات، ولا مازال ما اشتركتوا في القناه ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجديده. خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم وقصه جديده. السلام عليكم.